السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جميل قوي وفلوج حلو. بصوا ده مشتل، ويعني موجود يا جماعه عندكم اسم المشتل ورقم التليفون لو حابين تروحوه وتستمتعوا زينا. اتصلوا بيهم بالتليفون وهتعرفوا كل اخبارهم، وهيبعتوا لكم اللوكيشن وصفحتهم على الفيسبوك، وازاي تحجزوا معاهم وتخرجوا الخروجه الجميله الرايقه ديت زي اللي احنا خرجناها كده. اولا مبدئيا كده، سعر التذكرة للطفل 150 جنيه، لان هي طبعا فيها انشطة كتيرة وهنشوف الانشطة دي معانا في الفيديو دلوقتي. وسعر المرافق ليه اللي هو الاب او الام ب50 جنيه بس. هما في بعض الايام بيبقوا عاملين عروض وبيبقى المرافق من غير فلوس. تمام كده. وعندهم فطار، لو انتوا حابين تحجزوا فطار معاهم او كده ممكن تحجزوا معاهم فطار. بصوا بقى المشتل بقى يا جماعة، هي بحيرة كده، في بحيرة جميلة كده فيها أسماك زي ما انتم شايفين ملونة. وأول الأطفال ما بتروح كده بيدوهم أكل للأسماك ده، يرموه بقى عشان الأسماك تتجمع بقى وتاكل الأكل الجميل أوي 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 ده. وايه، والاطفال يبقوا ايه مستمتعين وكده. والصراحه هو الوقت 3 ساعات بس، 3 ساعات يعني كلهم انشطه للاطفال. مش بتروحي بقى تقعدي في مكان وتلاقي ابنك او بنتك بيزهق فيكي، لا 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 خالص. الموضوع ممتع وحلو قوي قوي وجميل قوي قوي. والمشتل يا جماعه موجود على طريق دمنهور ابو حمص، ما بينه وما بين مدينه دمنهور بالظبط بالظبط 10 دقايق، ما بين الموقف بتاع دمنهور والمشتل وكده يعني. ومواصلاته سهلة جدا في المروح والرجوع. كلموهم بقى وشوفوا لو حابين تخرجوا الخروجة الحلوة ديت وتشوفوا كده المشتل. صراحة كله خضار وكله زرع كده، والحاجات دي بتبقى جميلة جدا للنفسية. وكمان يعني ايه، تحسوا كده بالجو الريفي كده. تمام كده. اخرجوا واتبسطوا واستمتعوا وعيشوا حياتكم يا جماعة، والله بجد يعني. حبوا نفسكم قوي قوي عشان تعرفوا تستمتعوا بحياتكم. اعملوا اللي يريحكم واللي يحبوك والحاجة اللي انتوا تحبوها انتم وتكونوا مرتاحين لها اعملوها. سيبكم من اي حد، اوعوا تعملوا اي حاجة في حياتكم عشان ترضوا اي حد. لا، الحاجة اللي تريحكم انتم هي دي اللي تعملوها وتقوموا بيها. بس كده. آم، شفتوا بقى كده معانا جميلة جدا. المشتل هو الصراحة يعني المساحة بتاعته مش كبيرة، مساحة صغيرة، ولكن حلو قوي بجد. والله ال3 ساعات بيعدوا بسرعة قوي قوي. واحلى ما عجبني صراحة في ال3 ساعات ان هما يعني عاملين بروجرام بجد كامل متكامل للاطفال. يعني طول الوقت كده هم مشغولين في حاجات جديدة بيعملوها، حاجات مختلفة. وصراحة في اليوم اللي احنا رحنا فيه ده كان الجو صراحة جميل قوي، مشمس في اليوم ده وكان جميل قوي. وكمان يا جماعة المشتل ده بيبقى فيه فترتين، في فترة صباحية من الساعة 10 الصبح تقريبا لحد الساعة 1، والفترة المسائية من 2 ل5 تقريبا يعني. هو فترتين. انت بقى تشوفي الفترة المناسبة ليكي وتحجزي في الفترة اللي انت عايزاها. احنا كنا الصراحة حاجزين في الفترة الصباحية، والفترة دي صراحة كانت جميلة قوي، وكانت شمس كده ودافية وحلوة والجو فيها كان جميل كده، وصراحة ممتع قوي قوي يعني. والمشتل بقى يا جماعة في بقى زرع، وفي حاجات ممكن تشتروا حاجات منه زرع ليكم تحطوها في بيوتكم او في البلكونات بتاعتكم زي ما انتم شايفين كده. وحاجات صراحة يعني اسامي بقى، وحاجات عايزة الناس الخبرة بقى اللي عندها خبرة في الزرع والكلام من ده. حاجة بصوا جميلة قوي 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 يعني. كملوا بقى معانا الفيديو للآخر عشان تتفرجوا معانا في الخروجة بتاعتنا دي الحلوة دي عملنا فيها ايه، وتقولوا لي كده تستاهل وما تستاهلش. صراحة انا شايفة انها تستاهل، وكانت تغيير كده للجو النفسية، والولاد اتبسطوا جدا، وكان صراحة يعني احلى 3 ساعات بجد يعني. ما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك للفيديو الحلو ده، وتعملوا لي اشتراك في القناة اللي لسه مش مشترك، وتكتبوا لي تعليق منكم حلو. بصوا بقى بعد الاطفال بقى ما اكلوا السمك بقى في البحيرة، كل طفل بيختار بقى الحاجة اللي هو عايز يلونها في مرحلة التلوين. في قلة وفي عربيات اشكال يعني معمولة بالجبس وكده.
كل طفل يختار الحاجة اللي هو عايزها ويلونها. وصراحة نشاط التلوين ده جميل جدا جدا، و حلو قوي يعني. الاطفال والولاد كانوا مستمتعين بيه، وحاجة جديدة ومختلفة عليهم الصراحة يعني، زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفوا بقى معانا بقى في الاخر بقى نهاية التلوين بقى والايه والفن بتاعنا اللي احنا طلعناه في التلوين ده. اهو يا جماعة اسم المشتل والرقم التليفون والمكان بالظبط، وكلموهم بقى وهما يبعتوا لكم اللوكيشن ويقولوا لكم كل الاخبار. ودي الدخله بتاعه المشتل اهيت. احنا كنا بقى ايه طالعين من المشتل كده، خلصنا التلوين ورايحين بقى لمرحله بقى الفروسيه بقى. الفروسيه بقى وركوب الخيل. ركوب الخيل كل طفل من حقه ان هو يركب الخيل مع المدرب لمده 10 دقايق. وتجربه بجد والله جميله قوي. طبعا المكان ده يا جماعه مش بعيد عن المشتل، هو جنبه بالظبط لازق فيه يعني. ركوب الخيل صراحة يعني حاجة جميلة قوي، والولاد تركب تاخد التجربة ديت. وركوب الخيل ده يعني من الحاجات الجميلة جدا جدا. وبجد يعني انا نفسي الصراحة ان انا يعني ولادي امرنهم ويتمرنوا على ركوب الخيل. الكابتن اهوت، وهو طبعا ما ينفعش الطفل يركب لوحده، لازم يكون معاه الكابتن بيركبه، لان طبعا الطفل مش مدرب ومش مؤهل يعني ان هو يعني ايه يركب لوحده كده. اما بقى لو حد تاني مؤهل ومتدرب وكده، فاعتقد ان هو ممكن يركب لوحده بدون مساعدة المدرب. احنا بقى يا جماعة كنا طالبين فطار، وجالنا الفطار زي ما انتم شايفين كده. والفطار ده ليه سعر مختلف غير سعر الدخول اللي انا قلت لكم عليه في الاول. على حسب بقى انتوا عايزين لفرد او فردين وكده يعني. طبعا بعد الفطار جابوا لنا شاي بقى راقية زي ما انتم شايفين كده، قاعدة روقان. شفتوا القلة بقى وهي بعد ما اتلونت واتظبطت بقت ايه فنانين طبعا. شاي راقية بجد كان جميل قوي، ومعمول بالنعناع كده. الله الله، كانت حاجة بصوا رايقة قوي قوي قوي. فعلا اسمه شاي راقية، وهو راقية فعلا. وقاعدين بقى على البحيرة كده يا سيدي، قاعدة جميلة جدا جدا. بعد كده بقى النشاط اللي بعد كده الأطفال يعملوه، بيزرعوا بقى زرعة اللي موجود في المزرعة يعني. بيعلمهم ازاي الزرع، وبيدوهم فكرة أو نبذة بسيطة جدا للأطفال، وهم بقى بيزرعوا الزرعة ديت. والزرعة دي كل طفل بيزرع زرعة بياخدها معاه وهو ماشي. يعني دي برضو من ضمن التذكرة اللي هي 150 جنيه. صراحة أنا أكتر حاجة عجبتني في الموضوع ان الاطفال ليهم انشطة كتيرة جدا جدا. كل طفل بيزرع الزرعة بتاعته بياخدها معاه وهو ماشي بس. وخدوا بقى الزرعة واللي علمهم الزرع يعني وكده، اللي صاحب المشتل قال لهم الزرعة دي تسقوها كل يوم جمعة مرة واحدة بس في الأسبوع. بعد كده بقى الولاد تجولوا كده في المشتل وجمعوا حاجات ديت. طب ده برضو نشاط من ضمن الأنشطة. وكل طفل بقى بيبقى ايه بياخد الحاجات اللي جمعها دي. الحاجات بقى يا جماعة المحصول بتاعنا اللي احنا جمعناه زي ما انتم شايفين كده بقى، بتنجان وفلفل أحمر وخضار وحاجات حلوة كده. شفتوا بقى يا جماعه وفي كركديه اهوت بس ما كانش ناشف لسه طري بقى وكده. وده بقى نتيجه المحصول بتاعنا اللي احنا عملناه. وطبعا كل طفل بيجمع حاجه، بياخد الحاجات اللي هو جمعها معاه يعني وكده. ودي اخر حاجه بقى كانت الاطفال، اللي هي بقى المفاجاه الكبيره بقى اللي عاملهم كل طفل طبق فشار، وان هم بقى ياكلوا ايه الفشار ده هديه من المشتل ليهم. وادي كان النشاط بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين، الزرعه والتلوين واكل الفشار وركوب الخيل ونأكل السمك في البحيره والقعده الرايقه الجميله دي والفطار. وكانت خروجه جميله قوي قوي. وكانت حلوة. يا رب تعجبكم ان شاء الله. شجعوني في القناة واعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان اعمل لكم فيديوهات كتيرة حلوة جدا جدا هتعجبكم. وزي ما قلت لكم استمتعوا بحياتكم واتبسطوا بيها، واعملوا الحاجة اللي تريحكم انتم. ما تخلوش اي حد حواليكم ان هو يضغط عليكم في حياتكم ويخليكم تعملوا حاجات تأثر عليكم وعلى نفسيتكم. سلامكم وصحتكم النفسية اهم من اي حاجة في الدنيا يا جماعة. احنا هنعيش العمر مرة واحدة، عيشوها زي
زي ما انتوا حابينها، واستمتعوا بيها بدون ما تبصوا لأي حد ولا أي حاجة خالص. وبحبكم جدا، وباي باي ومع السلامة.